هو احنا ايه اللي وصلنا للصمت العقابي؟ تعال نجيبها من الأول. هو الكلام بدأ إزاي أصلا؟ الأول بدأنا بأصوات، إشارات، اتحولت لكلمات، والبشر زمان كمان كانوا بيتواصلوا مع بعض وبيعبروا عن مشاعرهم بلغة الجسد وتعبيرات الشعور. حاجة كده زي الصمت العقابي. ما هو أنت مين فاهمك أصلا وأنت بتتكلم لما يفهمك وأنت صامت؟ ال AI. تسألني هتقول لي هيفهم إزاي؟ الإيموشنال انتليجنس. فما تيجي نفهم بقى الإيموشنال انتليجنس يوزنج ال AI. الايموشنال انتليجنس اللي بيحصل من خلال الاي اي هي قدره الماشينز انها تفهم وتتفاعل مع الايموشنز بتاعتك، مش زي الاي اي سيستمز العاديه اللي بتعتمد على اللوجيكس والداتا. الداتا هنا هي الايموشنز بتاعتك. بص الصوره دي، أنا هنا عملت فيشل ايموشن ريكوجنيشن موديل. الموديل هنا بيقرا الصوره اللي فيها فيشل اكسبريشن معين، وبيبدا يحول الصوره دي باستخدام الكمبيوتر فيجن لو فاكره لجراي سكيل، ومن جراي سكيل بيحولها لار جي بي. ليه؟ عشان لما الصورة تبقى على أبيض وأسود بيبان فيه الفيسز أكتر في الصورة، بتبان الفيتشرز اللي بنحدد من خلالها الإيموشنز. كل ده بنعمله ليه؟ عشان ننط بقى للخطوة الجاية، الديب ليرنينج. برضو ده عايزك تفتكره. بنجيب بري تريند موديل اسمه ديب فيس. الموديل دوت بيستخدم السي ان ان. برضو افتكرها، الخطوة الجاية بقى هو الديب ليرنينج. انا جبت بري تريند موديل اسمه ديب فيس بيستخدم السي ان ان، لو فاكره. لو مش فاكره ارجع للحلقة دي برضو. موديل اوريدي متدرب على صور كتير جدا لايموشنز كتير جدا، فلما بديله صور جديده بيبدا يانلايز الايموشنز اللي فيها، وبيعمل زي ترين وتيست كده للمجموعه من الايموشنز وبيحددها بالبرسنتج، وبينقي اعلى ايموشن بيبقى هو ده الدوميننت ايموشن وهو ده اللي باين هنا. الاكيورسي ما بتبقاش مظبوطه قوي لان ده موديل بيعتمد على انه بيتمرن اكتر على صور اكتر، فالموضوع كبير جدا بتاع الايموشن انتليجنس يوزنج اي اي. استنى الحلقه الجايه. سلام.